اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضروا عليه على اختيار اللاعب المغربي الاصل امين يامال اللي خذا القرار ديالو، يعني اختار المنتخب الاسباني عكس انه اختار المنتخب المغربي. امين يامال هو واحد الطفل اللي نشأ في الدولة الاسبانية، تولد تما وتربى تما من اب مغربي وام غينيا كنظن، واسبانيا هي اللي عطاتو كل شيء من من التربيه، من التعليم، ومن الطبيب، ومن امور الحياه عامه. اذا فاش جا الوقت انه يختار، الاختيار ديالو مبني على مجموعه من الامور اللي كتهم المسيره المهنيه ديالو. اذا هنا مجموعه من الاشخاص خرجوا تنتقدوا الاختيار ديالو للفريق اللي بغاه هو. هنا غادي نرجع نقطه ونرجع للسطر. امين يامال من حقه يختار الفريق اللي بغى يلعب معاه، هذا اختياره حر فيه، يقدر ياخذ القرار اللي يبغى، لانه هو عاش في اسبانيا رغم ان الاصل ديالو مغربي، الا انه من حقه يختار اسبانيا، والقله القليله اللي كتحترم احترمات القرار ديالو. وبالتالي الانتقاد ديالنا لهذا اللاعب على الاختيار ديالو هو انتقاد خاطئ بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ممكن في مستقبل الايام يولي يلعب مع المغرب، هذا كيبقى الاختيار ديالو حتى هو، ولكن اللي بغيت ناكد عليه هو ان اللاعب امين يامال عنده الحق يختار الفرقه اللي بغى. السلام عليكم ورحمه الله.